الونسو ما اقدرش اقول لك غير كلمه واحده. انا مش عايز اقول كلمه وحشه. احمص احمص، وانتوا عارفين ايه معناها. اصل انت محسسني ان انت لسه جاي الكوكب ده جديد، واول مره تسمع عن حاجه اسمها ديربي مدريد واتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني. ده دييجو سيميوني ده بيشحن اللعيبه وبيشحن الجماهير قبل الديربي ده، بيحسسونا ان ريال مدريد دول هجامين وقطاعين طرق كانوا بيهجموا على اتلتيكو مدريد يغتصبوا نسائهم ويقتلوا عيالهم. يعني هم بيسالوك في المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش بيقول لك انت اتفرجت على الدربيات اللي قبل كده؟ قلت لهم لا ما اتفرجتش، اصل اتلتيكو مدريد غير لعيبه كتير. يا ريتك يا جدع كنت اتفرجت، على الاقل لو كنت نسيت كنت تفتكر. هنقول يا عم ان انت كنت مشغول مع باير ليفركوزن وما كنتش بتتفرج على الدربيات بتاع مدريد. ده بنسيت ايام ما انت كنت لاعب ولعبت الدربيات ديت قدام اتلتيكو مدريد ومدربها سيميوني برضه، وعارف الشحن ده بيعمل ايه. ازاي انت ما تحضرش اللعيبه الماتش زي ده؟ ما هو بصراحه انت اللي هتشيل الليله كلها من اولها لاخرها يا راجل. ده انشيلوتي اللي احنا كنا بنلوم عليه كله كان بيعرف يلعب الدربيات دي. نتغلب 5 والله لولا ان انت الونسو كان زمانك اتشلت فيه. خلاص انت اتعلم عليك علامه كبيره جدا، علامه مش هيمحيها ان انت تكسب برشلونه في الكلاسيكو، وعلى ما اعتقد ان دي هتصعب عليك جدا. اصل انت في الماتشات الكبيره لغايه دلوقتي مخيش. ده انت حسستني النهارده يا راجل ان انا بقابل برشلونه 2009.